حراميه محترفه بتكون مخبيه باركود في رجليها وبتحطه على الباركود بتاعهم عشان اي حد لما يدفع الفلوس توصل لها هي، وبعد ما بتدفع بتوريها رساله بتقول انا حولت وبتروح تمشي، بس بتوقفها بتقول لها لسه مفيش حاجه جت وبتزعق معاها بتقول لها انا حولت وبتروح تاخد الشنطه وتمشي، بس البنت بتمسكها وبتقول لها مش هينفع تمشي الا لما الرساله توصل، وهما بيشدوا في الشنطه البنت بتقع على الارض، ولما بيجي المدير بتمثل وبتفضل تعيط وبتقول للمدير الموظفه بتاعتك وقعتني وضربتني، وبتقوم وبتقول انا ما طردتهاش هبلغ البوليس وهقفل لكم من المكان ده وعشان ما يحصلش مشاكل بترضى، وبتاخد الشنطه بتروح تمشي بس بتلاقي الباب مقفول، وبقول لها لا مش بالسهوله دي، وبيقول لها انت فعلا حولت الفلوس بس على حسابك، وبقول لها بص على حسابي كده، واول ما بيبص في التليفون بتلاقي ان هو مهكر حسابها وبيفضل يسرق منها كل الفلوس اللي في حسابها، والبنت بتتصدم من اللي شايفاه وبتقول له انت بتعمل ايه، وبقول لها دي طريقه حديثه عملناها للحراميه، وبقول لها انت قبل ما تيجي كنت عارف انك حراميه عشان كده وانت بتلبسي الجزمه خدت الباركود بتاعك وحطيته بتاعنا، وهي ماشيه بتقول انا هبلغ البوليس، وبقول لها ما تنسيش كمان تقولي انك حراميه، والموظفه بتقول ممكن يكون معاها فلوس في تليفونها، وبيبصوا بيلاقي $500 وبيسحبهم كمان، والبنت بتكون هتتشل من اللي بيحصل، والبنت بتديها شنطه وبتقول لها بسبب الشنطه دي دفعت كل اللي معاكي،